مراتي هتموت مني بسبب اللي أنا عملته. عملت إيه هي عشان أعاقبها بكده؟ واستمر النقاش بينهم لوقت طويل، وفجأة ما بقاش فيه صوت خالص. غمضت عيوني بوجع وفتحتهم فجأة على صوت خبطة صغيرة على الباب، وبعدها الباب اتفتح على طول، وكان حسين وقف على الباب شوية وفضل يبصلي بنظرات كانت هتموتني من كتر القلق والخوف. قال لي: إيه يا عروسة، هو مش المفروض النهاردة يوم جوازنا؟ ولا بتحاولي تلتزمي بالوعد اللي أخدتيه مع نادية؟ وقبل ما يدخل من الباب لقيت حماتي واقفة وبتبصلي. قالت لي: اسمعي يا ميرنا، أنا عايزة من النهاردة تعدي 9 شهور ويكون عندي حفيد، ابنك انتي وحسين. وخرجت بعدها وقفلت الباب وراها. حسين فضل يبصلي شوية وبعدها قرب خطواته وقعد على السرير وحط ايده على خده بتعب، وبعد شوية رفع دماغه وقال لي: أنا بعتذر منك يا ميرنا بجد، أنا عارف إني كده بظلمك معايا، بس أنا بحب نادية ومستحيل أفضل أي حد عليها مهما كان هو مين. أنا اتجوزتك عشان ولاد إخواتي. لو حابين تكملوا القصة، اسم القصة موجود على الفيديو، وكمان في سهم تحت صورتي في الفيديو، دوسوا عليه هيدخلكم القصة على طول.